الفروج المشوي بتتبيلة العالم الآخر، يلا نحضره مع بعض. اللي بيحب الفروج المشوي يتابع هذا الفيديو للأخير، لأنه رح تاخدوا تتبيلة ولا أطيب من أطيب محل. أول شيء أنا عندي هون فروج كامل منظفته ونقعته بمي وخل. هلا بدي صفيه، وبل ما يصفي المي رح نحضر التتبيلة. وهلا بالنسبة للتتبيلة، أول شيء رح انزل تقريبا ب3/4 كاسة زيت. زيت حلو عم استخدم. بعدين رح اضيف معلقة كبيرة من دبس الرمان، معلقة كبيرة من بهارات الدجاج، رح انزل بربع معلقة قرفة، وربع معلقة بهارات مشكلة او بهار حلبي او 7 بهارات، يعني هاي بكل فيديو بنبهكن عنها. معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة معباي كاتشب، وهلا بضيف معلقة صغيرة، يعني انا اخذت نص معلقة كبيرة، معلقة صغيرة من دبس الفليفلة. ما رح كتر الليمون هلا بالتتبيلة لانه لسه بدي استخدم الليمون مرة تانية، رح اعمل نص ليمونة بس. ومع اني كنت نقع الفروج بمي وخل، بس معلش رح نزل كمان تقريبا معلقة صغيرة. حط معلقة كبيرة من كريم الثوم، هذا انا عملته على ايدي، يعني شيء فاخر على الاخر. خلطهم كتير منيح مع بعض. وهلا بعد ما خلصنا من التتبيلة خلونا نبلش نشتغل بالفروج. الفروج من بعد ما صفيت ميته رح جيب الفروجة وبلش طقطق فيها العظام. تمام، الطقطق عظامها هيك بحيث تفتح معي الفروجة كلها. هلا انا شوفوا نازعة الجلد بس من فوق الصدر وترك باقي الجلدات، بس ليش نازعة الجلد من هون؟ هلا بورجيكم ليش. هلا شوفوا، رح اجي على الفخدات اقطع هذا من هون عشان تفتح معي الفروجة منيح. تمام، هيك بيجي على مكان الفخدات وبعمل هيك فتحات عشان تتشرب التتبيلة كلها بهالشكل. تمام، الجناحات امورهم تمام معهم. هلا رح اجي على الصدر اقطعه هيك بهالشكل، بتشوفوا. بقطعه اول بالطول، بعدين رح اعمل له تقطيعات بالعرض، يعني رح اقطعه مثل تقطيعة الشيش طاووق، بس رح نخليه بمكانه، ما رح ننزع شكل الفروجة. هيك بهالشكل. كمان بيجي على الصدر بعمل فيه هيك اول بالطول، بعدين بقصر العرض، بعدين بقصر العرض هيك بهالشكل، هيك بهالشكل. تركنا محله، حافظنا على شكل الفلوجة بس قطعناه، ما رح لكم هيك. هلا صار وقت ننزل بالتتبيلة، وهلا ببلش شرب الفروج كله التتبيلة. بنزلها هيك بين قطع الصدر، بالفخاد، تحت الجلد. طبعا ضروري تنتبهوا وانتوا عم تنظفوا الفروج انكم تنظفوا تحت الجلد كتير منيح، بيكون في هيك المواد اللزجة، يعني هاي لازم كلكم تشيلوها. والجناحات هاي التتبيلة نفسها فيكم تعتمدوها للجناحات المشوية. رح اعمل شي نهار فيديو عن الجناحات.
كتبوا لي كمان بالتعليقات اذا في وصفات هيك على بالكم نجربها مع بعض، نعمل عليها فيديو. تمام، هلا هيك الامور كتير تمام وتنغنغت نغنغه. رح اعطيها دهنه بس هيك على الطرف الثاني. بهي الطريقه وبهي التتبيله اذا بتتبعوها ما رح تضطروا انكم تخلوه انكم تنقعوها بالتتبيله ولا ساعتين ولا 3 ولا 4 ساعات. يعني فيكم تعملوها هيك وفورا تحطوها بالفرن، بس انا هلا لاني عملتها قبل بوقت يعني لسه مو وقت الغداء فرح اتركها هلا بالتتبيله يعني. اما اذا بدكم تشووها فورا يعني ما بيأثر، يعني اذا كنتم مستعجلين جايكم ضيف على غفله، غدا على غفله، جوزك بعتلك الفروج على غفله وقال لك اعمليه فورا، تبلي هي التتبيله وحطيه بالفرن فورا وعلى مسؤوليتي وكفالتي رح يطلع مستوي ومنهنه نهنها. واللي وصل بالفيديو لهون بدي اسالكم، هذا الزر اللي مكتوب عليه اشتراك منشان شو حطوه على اليوتيوب؟ يعني مشان شو؟ مشان تضغطوا عليه، اضغطوا عليه. بنحضر على الفرن على درجة حرارة 200 الا روحي برعاية الخلطة على الفرن ونسيت غطيها، رح غطيها بهاي الصينية هيك. ولسه في شغلة ما عملناها، هلا بدنا نحضر الصوص اللي بدنا نسقي فيه الفروج باخر مرحله سوا وحتى من بعد ما يستوي يطلع من الفرن. وهلا بعد ما مضى على الفروج بالفرن 10 دقائق رح نعمل هي الخطوه الضروريه. الصوص اللي عملناه رح ننزل فيه مره هون ومره بعد الشوي. بعد ما عملنا هالمرحله 5 دقائق بس وبعدين رح احطها على الشوايه. اول ناكل فروج مشوي بدون بطاطا مقليه اكيد ما بصير، بتنتزع الطعم. وهلا بس يحمى عندي الزيت بطلع بالبطاطا من المي، ما بصفيها، بطلع فيها من المي على الزيت فورا. وهيك البطاطا صارت جاهزه ما شاء الله. طلعوا شوفوا لي هالنفخه البطاطا هاي، لازم تسقاي تانية هيك بهالشكل. بسم الله هيك على هالصحن هاد. يلا تعالوا خلونا ندوق. قبل ما تدوق قبل ما تعملوا اي شيء مو طيب الفروج المشوي بدون مشروب جنبه، مشروب غازي يعني. فهمت عليكم. فهمتوا؟ يعني اذا الصدر اخر طراوه بقى. كيف الفخدات؟ بنجيب وحده بطاطا بننزل عليها وبننزل عليها هيك بكريم الثوم. نعم ماما. طيب من الاخر وفاخر من الاخر. وهي بشهاده ابني. اذا عجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك ولا تنسوا تعملوا حفظ للفيديو مشان ترجعوا للوصفه لما بدكم تعملوا فروج مشوي. وبس والله نصيحه، تابعوني ما بتستفادوا شيء.